السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد على قناة مامة التوينز. أنا أسماء صوابي. هنعمل النهاردة مع بعض وصفة الرز بلبن زي ما احنا شايفين مع بعض كده. كريمي جدا، حلو جدا. رز بلبن بتاعنا النهارده غير اي رز بلبن كلتوه قبل كده. رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. الرز بلبن اسهل تحليه واسرع تحليه ممكن تعمليها في رمضان. هنشوف عملناه مع بعض ازاي، بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهات. اول حاجه معانا كوبايتين رز مغسولين، ومعانا كوبايه ونص من السكر، ومعانا كيلو ونص من اللبن. دي نص كمية اللبن بس مش الكيلو ونص كله، وذرة من الملح، ومعانا فانيليا. معايا فانيليا باكت وفانيليا سايلة. عايزة اقول لكم ان انا بفضل الفانيليا اللي هي الباكت اللي هي الباودر دي عن السايلة كتير. في الرز بلبن بتبقى احلى بكتير. اول حاجة هنعملها مع بعض، هنجيب حلة وننزل فيها بالرز بتاعنا. اهم حاجة في الرز باللبن بتاعنا ان اللبن بتاعنا يكون جايبينه من عند لبان مضمون او من عند فلاحين مضمونين، عشان بيفرق جدا 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 معانا في الوصفة. حطينا اللبن ده على فكرة يا جماعة لبن مغلي، لبن ساخن. هحطه على الرز بلبن. انا الرز بلبن بتاعنا مش هرفعه على النار دلوقتي، انا هسيبه منقوع كده حوالي ساعة او ساعتين. انا سبته ساعة بس عايزة اقول لكم ان انتوا كل ما تسيبوه اكتر كل ما يكون احسن. كمية اللبن اللي احنا حطيناها دي نص كمية اللبن بس. يعني انا معايا كيلو ونص من اللبن، حطيت حوالي 700 جرام من اللبن. والنص الكمية التانية لسه هنحتاجها مع بعض. عايزة اقول لكم ان احنا كل ما بنسيبه منقوع في اللبن اكتر كل ما الرزاية بتتشرب معايا من اللبن وبيبقى طعمها حلو جدا جدا. وزي ما قلنا اهم حاجة يكون اللبن بتاعك مضمون ويكون اللبن معاكي دسم، بيفرق جدا جدا في الوصفة وبيديكي نتيجة حلوة جدا. الرز مع السكر معانا والفانيليا معانا وذرة الملح لسه مش هنستخدمهم دلوقتي. كده انا رجعت للرز بلبن بتاعي بعد تقريبا حوالي ساعة. يعني انت لو سبتيه اكتر من كده هتبقى النتيجة احلى كمان معاكي. كان عدى ساعة، كانت الرزاية كده نفشت وشربت من اللبن. بيفرق جدا التكة دي يا جماعة، بتفرق جدا جدا في طعم الرز بلبن، بتوديلك الرز بلبن في حتة تانية خالص. هرفع الرز بلبن بتاعنا على النار وهنزل بكمية اللبن اللي فاضلة معايا. عايزة اقول لكم ان انا شلت منها تقريبا حوالي نص كوباية من اللبن. يعني انا كده حطيت الكيلو ونص كله ما عدا نص كوباية من اللبن. انا لسه محتاجاها، هنعوزها مع بعض لسه في الاخر. وهنسيب الرز بتاعنا على نار عالية لغاية ما يغلي معانا. اول ما يغلي هنهدي عليه النار ونسيبه لمدة 10 دقايق، هيكون خلاص دخل معانا في السوا. بعد كده بعد 10 دقايق هنرجع له تاني ونحط عليه السكر بتاعنا. كده بعد ما عدى تقريبا حوالي 10 دقايق هنحط عليه كوباية ونص السكر بتاعتنا. عايزة اقول لكم ان السكر ده يا جماعة اختياري، يعني انتي حسب ما انتي بتحبي الرز، بتحبيه سكره زيادة سكره قليل. دي ذرة الملح حطيناها مع بعض، ودي كوباية ونص من السكر هننزل بيها على الرز بتاعنا. زي ما قلت لكم ان السكر ده حسب رغبتك. هنبدأ بقى نقلبهم كويس بقى ونسيبه يكمل سوا مع السكر بتاعنا. يعني تقريبا كده هو هيقعد كمان حوالي 5 دقايق. يعني انا قبل ما اطفي عليه ب5 دقايق حطيت السكر عشان انا عايزه الرز يكمل سوا في قلب السكر فيتشرب من السكر والرزايه يبقى طعمها حلو ما تبقاش دلعه. هغطي عليه بقى واسيبه 5 دقايق، وبعد كده هنرجع له تاني بعد 5 دقايق ونحط عليه الفانيليا. عايزه اقول لكم ان اللبن بتاعنا كان دسم. ان انا طلعت من على وشه كمية قشطة محترمة هنستخدمها برضو مع بعض دلوقتي. كده بعد ما عدى 5 دقايق نص كوباية اللبن اللي احنا كنا شلناها من البداية من الكيلو ونص لبن بتاعنا هنحطها دلوقتي. هنحط عليها الفانيليا بتاعتنا وندوبها فيها وننزل بيها. عايزه اقول لكم ان التركية دي بتخلي طعم الرز بلبن حلو قوي. يعني انا ممكن ادوب الفانيليا في ميه او احط الفانيليا كده على طول، بس انتي ما بتدوبيها في اللبن بيفضل طعم اللبن، دي الفانيليا هي معانا، بيفضل طعم اللبن في الرز بلبن. يعني بتفضل النكهه بتاعت الرز بلبن حلوه قوي. اهو دوبنا الفانيليا ونزلنا بيها في قلب نص كوبايه اللبن بتاعتنا.
دلوقتي بقى هننزل بمعلقتين من القشطه اللي انا شايلاهم من على وش اللبن، عشان كده بقول لكم ان مهم جدا يكون اللبن بتاعك دسم ويكون جايباه من عند لبان مضمون. دول معلقتين القشطه. انا كان ممكن اسيب اللبن دسم زي ما هو، واعمل بيه الوصفه من غير ما اشيل منه القشطه. بس صدقوني التركيه دي بتفرق جدا، بيفضل طعم ونكهه القشطه اللي انت بتحطيها في الاخر دي هي اللي فاضله معاكي. يعني انا ما اشتريتش قشطه، هي القشطه من اللبن بتاعنا. بعد كده بقى هبدا اصب اللبن بتاعنا في الطباق بتاعه اللبن بتاعه الرز بلبن. هبدا اصب الرز بلبن بتاعنا في الطباق، وده بيبقى شكله بعد ما خلص. وشه اهو مكرمش معانا. انا بحب الكرمشه اللي هي البسيطه دي، ما بحبوش يكون اللي هي الكرمشه القويه قوي. وبرده لو انت عايزاه مكرمش اكتر من كده زي المحلات، هقولك برده تعمليه ازاي. اول ما تصبيه في الكاسات بتاعتك قبل ما يبرد وهو ساخن، تغطي وشه بستريتش راب. هيعرق معاكي ويبدا يعمل وش مكرمش. هيبقى هيديكي نفس النتيجه بالظبط بتاعت الكرمشه بتاعت المحلات اللي بره. بس انا عن نفسي بحبه بالكرمشه الخفيفه البسيطه دي. بعد كده بقى هنبدا نزينه. انا عن نفسي زينته بجوز الهند وزبيب، الراعي الرسمي بتاع المصريين وبتاع امهاتنا ربنا يا رب يديهم الصحه، كلهم بيزينوا الرز بلبن بجوز الهند وزبيب. ده الراعي الرسمي بتاع المصريات كلها. ف... فانا عملت الطريقه التقليديه. عايزه تعمليه بجوز الهند وزبيب، عايزه تعمليه ساده، عايزه تعمليه بمكسرات، دي حاجه ترجع لك انت. وبكده بيكون خلص الرز بلبن بتاعنا. مش عايزه اقول لكم كان طعمه بجد حكايه، كريمي جدا وطعمه حلو جدا جدا جدا. جربوا الطريقه دي وبجد هتعجبكم. وبكده بنكون خلصنا الفيديو بتاعنا. وفي نهايه الفيديو استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.